227,000. صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي حسب النتائج الأولية غير الرسمية، وذلك بعد فرز الأصوات في أغلب مراكز الاقتراع وعددها 382. وأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تقدم معسكر الراغبين في الخروج بأكثر من 700 ألف صوت على مؤيدي البقاء. وفيما بلغت نسبة معسكر الخروج من الاتحاد 52%، كانت نسبة المشاركة كبيرة ووصلت حسب أرقام رسمية إلى 72%. نتائج التصويت أثارت مخاوف تأجيج المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي، ومن ثم إجراء استفتاءات مماثلة في أنحاء الاتحاد، بما ينذر بتفكيك أكبر تكتل اقتصادي في العالم، خصوصا وأن المملكة المتحدة تغادر هذه القلعة الأوروبية بعد 43 سنة من العيش تحت مظلة الوحدة الأوروبية. اقتصاديا جاءت الهزات الارتدادية سريعة جدا، فقد انعكس التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي سلبا على الجنيه الاسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1985. وفي خضم ارتباك الأسواق هبطت أسعار النفط بأكثر من $2 بعد النتائج الأولية للاستفتاء البريطاني، وارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ عامين بأكثر من 5%. رمضان بالعمري، العربية.